ما زال الحزن مخيما على وحي العراقيين فور سماعهم نبأ استشهاد الملازم أول الغيور أبو بكر السامرائي. عدسة الرشيد الفضائية زارت عرين هذا البطل وأسرته التي افتخرت بولدها البار وهو يقابل الموت مرفوع الرأس. رأسه مرفوعا عندما نحر، وبنظرات الرجولة والكرامة رحب بالموت الشهيد الملازم الأول أبو بكر السامرائي. أوصل رسالة فحواها الشموخ لإذلال المجرمين. العامرية تشيع أحد أبطالها ليلتحق بركب الشهداء من أبطال العراق. أبو بكر من الضباط الجيدين اللي رادوا أن يخدمون البلد بأي شكل من الأشكال، فهوى بين أيدي الخاطفين وقطعوا رأسه. فهذه هي الخسة اللي ليس وراءها خسة. فنأمل من كل العراقيين أن يتفقوا ويتحدوا ويصبحوا يدا واحدة على من عاداهم وعلى من يريد تأجيج الطائفية والتفرقة. العراقيون فريق واحد ليس فريقين. لن يثنيهم هذا التصرف ولن يثنيهم أي عمل من هذا النوع. أبو بكر عراقي وكل العراقيين أبو بكر بغض النظر عن مذاهبهم. لي شرف أنه خدمت مع الشهيد البطل أبو بكر لفترة ما يقارب 6 سنوات، وكان رمز للشجاعة والبطولة. كان في مقدمة القطعات التي في المعارك التي خاضها ضد عصابات داعش، وكان لا يهاب الموت أبدا. يعني واضح من الصور مالته الناس شفتوها حضراتكم أنه السكين على رقبته وهو رافع راسه ويغزرهم بنظراته، وكان يحب الجميع والجميع يحبه، لا أحد يكرهه أبدا نهائيا. كان اجتماعي جدا، كان أخ وليس يعني صديق للكل، للضباط والمنتسبين. كان أخوهم، يعني لا يعتبر أنه هذا منتسب وهو ضابط، وإنما كان يعامل معاملة الأخوة. والد الشهيد تحدث بكل فخر واعتزاز عن شهادة ابنه الذي ضحى بنفسه للعراق ليرفع رأس أهله وعشيرته عاليا، وينضم بذلك إلى قائمة الشرف لشهداء الواجب المقدس. لاحظنا أثناء اعتقاله وتصويره وإرسال صور إليه كان شامخ، كان له عراق، كان رفعة راس لأهله وعشيرته وديرته، وكان فعلا مثال للشجاعة، مثال للكرم، مثال للشيمة والكرامة والأخلاق، وكل اللي يعرفوه إن كان صغير وإن كان كبير، إن كان ابن محلة، إن كان جار، إن كان قرابة، كانوا يفتخرون به وكانوا يشيدون بأخلاقه وكرامته ووضعه، وكان من الناس المتواضعين جدا. يعني الدواعش والخسة اللي عندهم، ومو بس يفرقون، مو فقط أنه يأججون الطائفية، وإنما يمحون ما هو يقفز فوق الطائفية. لأن اسم أبو بكر هم كانوا يصورون إذا محوا هم راح يتمسكون الطائفية، وراح أنه على أساس هم طائفيين ويبقون طائفيين. هم فعلا طائفيين ويبقون طائفيين، وإن شاء الله ما يبقى لهم أثر. الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ينهيهم. قصة استشهاد الملازم أبو بكر السامرائي نحرا تذكر بقصة الشهيد مصطفى العذاري الذي أعدم شمقا في نفس المحافظة وإن اختلفت المسافات. ودماء الشعب العراقي وإن اختلفت المسميات فإنها تختلط لتسقي أرض العراق عزة وكرامة.